السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف. اعاد الله عليكم وعلى الامه الاسلاميه بالخير واليمن والبركات. ان شاء الله في فيديو النهارده هنعمل قشطه او القشطيه اللي بتبقى في علبه حلاوه المولد. بنشتريها سعرها غالي جدا، وان شاء الله هتعمليها بمقادير سهله وبسيطه ومش مكلفه خالص. بكوبايه سكر بس هتعمليها احسن من الجاهزه باسهل طريقه، والنتيجه حلوه جدا، بتبقى ناعمه وطريه زي المارشميلو وهشه جدا زي الاسفنج. بنحتاج في وصفة النهاردة كوباية سكر ما يعادل 250 جرام، تلت كوباية مية ما يعادل 90 جرام، تلت كوباية عسل جلوكوز ما يعادل 120 جرام. وده سعره مش غالي خالص، بتجيبيه من العطارة، ولو مش متوفر عندك ممكن تستبدليه بعسل نحل. معلقتين كبار مليانين جيلاتين بودر، بتجيبيه من العطار او من عند مستلزمات الحلواني. ربع كوباية مية ما يعادل 60 جرام، دي بندوب فيها الجيلاتين. رشة فانيليا، وبنستخدم للتزيين جوز هند وزبيب، وممكن تستخدمي فروتة او اي مكسرات متوفرة عندك. ونبدأ بسم الله. اول حاجة بتجيب الجيلاتين وهنزل عليه بربع كوباية المية، والمية بتكون هنا من الحنفية. هنقلب الجيلاتين مع المية كويس اول لحد ما يدوبهم، وبنسيبهم على جنب. في كسرولة هنزل بكوباية السكر وعليها تلت كوباية مية، وعليهم عسل الجلوكوز، وده شكله لو مش متوفر عندك بتستبدليه بعسل نحل. هرفعهم على نار متوسطة، ما بنقلبوش خالص عشان ما يسكرش مننا. واول ما يبدأ يغلي بتقلبيه تقليبه بسيطه جدا لحد ما عسل الجلوكوز يدوب. وبعد كده هنضيف رشه الفانيليا، وممكن تستبدليها بنص معلقه صغيره موارد، والجاهزه عموما بتبقى معموله بالموارد وبيبقى طعمه ظاهر فيها. واول ما يغلي بنحسب له بالظبط دقيقتين بس مش اكتر، وهنشيله من على النار. وكده العسل بتاعنا بقى جاهز. في بولة العجان نحط الجيلاتين اللي دوبناه في ربع كوبايه الميه، وعليه خليط العسل وهو سخن هنزل بيه سرسوب كده، يعني شويه بشويه. وهتضربيه على سرعة عالية من 10 ل 12 دقيقة، ضرب متواصل، ما بتوقفيش العجان خالص. هتلاقي اللون بيفتح والقوام بيتقل معاكي ويعمل فوم كده. ولو ما عندكيش عجان بتستخدمي المضرب الكهربائي، ولو ما عندكيش بتستخدمي المضرب اليدوي، بس هيتعبك شوية لانها بتاخد ضرب كتير عشان تحصل على القوام اللي احنا عايزينه. ودي المراحل بتاعة القشطة. وعلى ما تجهز نبدأ نجهز القالب بتاعنا او الصينية اللي هننزل فيها بالقشطة. وده القالب اللي انا هستخدمه، هدهنه زيت عشان الكيس يلزق فيه، وهنستخدم كيس بلاستيك، وممكن تستخدمي ورقة زبدة. هنثبت الكيس في القالب وهندهنه دهنة زيت بسيطة جدا عشان القشطة ما تلزقش فيه وتنزل منك بسهولة. وبعد كده هنوزع عليه رشة من جوز الهند الأول، وعليها الزبيب. ممكن تستبدلي الزبيب بفروتة أو أي مكسرات تحبيها. أنا هنا نزلت بجوز الهند الأول وعليها الزبيب عشان تلزق في القشطة على طول، لأن لو احنا حطينا الزبيب الأول وبعدين جوز الهند وعليها الخليط هتبقى عازلة المكسرات أو الزبيب اللي هتستخدميه ومش هيلزق معاكي. كده الخليط بتاعنا بقى جاهز، تقل وبيض وبقى فومي كده، والقوام بتاعه مظبوط، بيبقى زي كده. هنزل بخليط القشطه في القالب بتاعنا، واهم حاجه تفرديها بسرعه عشان بتنشف بسرعه. هتفرديها بالسباتولا او باي حاجه عندك، وبعد ما تفرديها بتحط الزبيب الاول على الوش عشان يلزق، وعليه شويه جوز هند. لو حابه السمك اعلى من كده بتحطيها في قالب اصغر من ده، ولو حبيتي الكميه اكتر بتضاعفي المقدار بتاعك. بتضغطي عليها ضغطة بسيطة جدا وبتسيبيها في مكان تنشف فيه. واهم حاجة بتسيبيها عشان تنشف منك ليلة كاملة، وبتكون مكشوفة ما بتغطاهاش. يعني لو عملتها من بالليل بتسيبها للصبح، بتبقى بره التلاجة، ما بتحطهاش في التلاجة عشان ما تسيحش منك. بتسيبيها تقريبا كده من 12 ل 24 ساعة، وبعد كده بتقطعيها. ولما تيجي تقطعيها لازم تدهني السكينة دهنة بسيطة من الزيت عشان ما تلزقش منك وتتقطع معاكي بسهولة. وبتقطعيها التقطيعة اللي تناسبك اللي انت تحبيها. انا قطعتها كده بالطول وبعدين بالعرض، وهنزل بيها مكان التقطيعة في جوز الهند، بتغطيها من جميع الجوانب زي كده. انت ممكن تحتفظي بيها في علبة، يا بتغلفي كل قطعة في كيس بلاستيك، ممكن ما تغلفيهاش بتغطي عليها وتحتفظي بيها في التلاجة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اذكروا الله. ودي وصفة النهاردة، وده شكلها بعد ما خلصناها بألف هنا. ما شاء الله تماسكت وحلوة جدا، ومن كوباية سكر واحدة عملنا كمية حلوة قوي. الطعم حلو جدا ومش مكلفة خالص، ومكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل بيت، ومش غالية، هشة ومطاطية وأحسن من بره. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. سهلة ومضمونة، ما بتاخدش لا وقت ولا مجهود ولا مكلفة خالص، واهم حاجة انك عاملاها في البيت بكل نظافة، واحسن من الجاهزة اللي بنشتريها من بره، والنتيجة حلوة جدا. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. مع السلامة.